السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا فيديو النهاردة مش هيبقى زي اي الفيديوهات التانية، ولا هيبقى في سفر ولا هيبقى في مكان. بس انا فكرت كده مع نفسي، قلت ازاي يبقى عندي صالون حلاقة وفيه قسم خاص لتنظيف البشرة ما دلعش نفسي. دلع نفسي. فانا قررت الفيديو بتاع النهارده ان انا بدلع نفسي. علشان كده خليكم معايا في اول فيديو لاخره، تتفرجوا على كل حاجه موجوده عندي في المحل وتعرفوا الدنيا فيها ايه، في نفس الوقت تبقوا معايا كده وتقولوا لي رايكم بعد ما ندلع ونظبط الدنيا. بس اللي هيبقى معايا النهارده محمد صلاح. يمكن باين عليه ان هو صغير، بس زي ما بيقولوا كده ايه، اي حد اسمه محمد صلاح لعيب في مجاله، فهو اللي هيفهمنا الدنيا وهو هيعمل لنا ايه النهارده. قول لي بقى مستر محمد هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل المصل احنا نحلق اول هام. ماشي. بعد كده هناخدك نغسل لك، تنزل الزيوت اللي على شعرك والكريمات والحاجات دي. تمام. وبعد كده هاخدك اعمل لك غسول على البشره. ماشي. وبعد كده هاخدك الجهاز ده هتعمل لك بقى الرؤوس السوداء والحاجات اللي في وشك دي، وهيبقى البخار طبعا شغال. بعد كده انت عامل لك بشافه الدهون. وبعد كده هناخده بقى على الليزر اللي هو يشيل الشعر اللي في الوش وكده، وهو حاجه حلوه برضه لتنظيف البشره. طب انت بقالك كام سنه في الموضوع ده؟ وانا عندي 10 سنين كنت في المجال ده، ما اشتغلتش حاجه غيره؟ ما اشتغلتش الا حلاق. تنظيف البشره؟ تنظيف البشرة اتعلمته مع حضراتكم، مستر البوب برضه ربنا يجيبه بالسلامة، هو اللي معلمنا الحاجات دي، واتشرف عنه بحضراتكم. انا اشتغلت معاكم يعني، وهتشوفونا دلوقتي الفيديو هنعمله ايه. انا عايز ابقى عريس، انا عايز الناس تشوفني. شوفوا بس الفرق، شوفوا البشرة. هشوف بعد ما ننضف البشرة ونحلق له هيكون المستر عامل ازاي. تمام، يلا معانا بقى ايه، واتفرجوا وشوفوا كده الدلع كله. دلوقتي بقى يا جماعه نخش بقى على ايه، على الحلاقه. نجهز نفسنا، خليكم معانا بقى. عارف لو ما ظبطتش الكلام ماسك ترطيب البشرة. خلصنا ترطيب البشرة. ماسك الشفط ده شفط برضه، تك على الزرار اللي هو الخرم اللي هو ده هنا كده، تبدأ تشفط كده. حاسس بنقاش انا عارف. ديني بعد كده ده بتاع الرؤوس السوداء اللي بتبقى في الحبوب، هو ما عندوش حبوب يعني مش هنشتغل بيه، انا بعرفه لكم بس عشان تبقوا عارفين. ده بتاع الرؤوس السوداء اللي بتبقى في الوش، هو ما عندوش رؤوس سوداء في وشه. تمام، ده خامس حاجه. الحمد لله اللي انا ما عنديش، عشان البتاع ده بيكهرب اكتر من اللي يظهر. ما ينفعش الوش يكون مبلول، الوش يكون ناشف لا مؤاخذة يعني وانت شغال بالجهاز، عشان ما يعلمش منك. لازم يكون البخار زي ما انتوا حضراتكم شايفين شغال كده. خلصنا بالجهاز.
طفت الدهون. بعد كده بقى جهاز الليزر ده رابع حاجة زي ما انتوا شفتم. شغل اهو الليزر، هنمشيه على الوش. هو ده بيلسع؟ قال لا مش بيشيل الشعر. اوعى يلا بيكهرب يا اسطى. ثانية بقى. دلوقتي بقى يا جماعه بصوا احنا هنخش على الدلع كله اللي انا كنت مستنيه اصلا. هنخش على المساج. يلا وارجع لكم تاني. طبعا بصوا احنا مش عايزين نتكلم ولا اقول ان محمد بيعمل حاجات يعني الله يبارك لك يا ابني. بقى احنا عاملين عظمة في المستر والله يا جدعان. هو خد وقت من عصر زي ما انتوا حضرتوا يا فين لغايه المغرب، لغايه بعد المغرب. لا بس بص برنس، اقول لكم بقى في اخر الكلام بقى انا عامل مفاجاه، بس مش هقول لكم على المفاجاه يعني. المفاجاه هتبقى اما على الانستا اما على الصفحه على الفيس، فهتلاقي الاثنين تحت في الوصف. ما تنساش بس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب، ولو على الفيس ما تنساش تتابعني. استنى وتابع العروض عشان في مفاجآت جامده قوي 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 بخصوص المحل. عظمه لوحدها. يلا سلام.